في بداية لقائنا الأول نتكلم على العلاقة بين الفن والسياسة. لا، دي علاقة قوية جدا. يعني أنا بشوف إن الفنان هو جزء من المجتمع، وهو المعبر أيضا عن أحاسيس الناس، لأنه أقرب واحد للناس، بيمثل الناس، بيمثل أحاسيسهم، مشاعرهم، أحلامهم، طموحاتهم، أملهم، فشلهم، أحزانهم. فكل ده بيتمثل في موقف اجتماعي، والموقف الاجتماعي بيتولد عنه موقف سياسي. إذا كان الفنان بعيد عن مجتمعه وبعيد عن أحاسيس شعبه، بيبقى بعيد عن سياسته عموما يعني. ومهم جدا الفنان يبقى عنده وعي أيضا بسياسة الدولة اللي هو عايش فيها، وسياستها بعلاقاتها بجيرانها. دي كلها حاجات مهمة بالنسبة للفنان. الفنانة لقاء وجودك كفنانة وممثلة، وعملتي ألن يا بكوات وزكي في الوزراء مع النجم حسين فهمي. أنا شايفة إن الفن بيلعب دور مهم قوي في الحياة السياسية، والفن يعني دوره فاعل في السياسة، لأنه بيقدر يعبر عن وجهة نظر المجتمع، وجهة نظر المؤلفين فيما يحدث حواليهم من سياسة. وبعدين دايما بنلاقي ان المؤلف يعني بيستقرأ المستقبل. يعني دايما تلاقي المؤلفين عندهم رؤية مستقبلية اللي ممكن يحصل ايه. يعني اوقات كتير قوي تلاقي مؤلف بيكتب رواية بيحذر فيها يا جماعة خدوا بالكم في الفترة اللي جاية ممكن يحصل كذا، وبعد شوية فعلا تلاقي ده حصل. فالفن مهم جدا في التأثير في الحياة السياسية، لان كل الفن ده نتاج مجتمع، والمجتمع بيبقى يعني في سياسة وفي ظواهر أخرى، فالجزء لا يتجزأ من الفن. وأنا شايفة أن الفنان مفروض أن هو يظهر في أعماله رأيه السياسي، موقفه السياسي، ودي بتبقى حاجة مشرفة. يعني مش حاجة تضر الفنان، بل بالعكس. يعني ما هواش بيتحول للسياسي، لكن بيقول رأيه كإنسان أولا، وثانيا لأن الفن يعني حاجة راقية جدا، فبرضه بيقول رأيه من وجهة نظر فنان حساس، حاسس بنبض الشارع وكمثقف بيأثر. يعني بيبقى فيه يعني تأثير من الناحيتين في السياسة، من السياسة للفن ومن الفن للسياسة. ليكي ميول سياسية زي النجم الكبير؟ طبعا ليا ميول سياسية اكيد. عملتي بحاجة في السياسة؟ عمل في السياسة قبل الفن؟ قبل الفن لا، ما عملتش في حاجة للسياسة قبل الفن، بس عملت مسرحيات كتير قوي بتتكلم عن السياسة وبتتكلم عن قضايا سواء بقى سياسية داخل الوطن العربي. قضايا كتير قوي، منها مثلا بعض المسرحيات اللي بتتكلم عن الاحتلال الصهيوني للقدس. مسرحيات كتيرة قوي يعني، مسرح قطاع عام كتير جدا كلها كانت بتتكلم عن القضية الفلسطينية، واخرهم مسرحيه لن تسقط القدس مع الفنان نور الشريف، ولفينا بيها الوطن العربي كله. ومسرحيه مهمه جدا سياسيه وهي اهلا يا بكوات، وانا بعتقد انها من اهم ما كتب في المسرح عن حاجه سياسيه اجتماعيه كوميديه. لينين الرملي كاتبها بشكل هايل. مسرحيه مهمه قوي قوي قوي. ومسرحيه اخرى مهمه جدا وهي زكي في الوزاره، مسرحيه سياسيه بتتكلم عن حال الناس وحال بني آدم بسيط، مش بسيط يعني، هو دكتور في الجامعة وهمومه السياسية وبشكل فيه حرية رائعة. يعني لأن احنا الحمد لله دلوقتي بنتمتع بقدر كبير قوي من الحرية، فاشتغلت من خلالي كممثلة في أعمال سياسية. حضرتك تركت سفير النوايا الحسنة بالأمم المتحدة، ودلوقتي سفير ذوي الاحتياجات الخاصة. سبب عدم وجودك في الأمم المتحدة؟ أنا كنت معترض على التصرفات اللي حصلت في مجلس الأمن أثناء الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان، وتدمير كل جنوب لبنان تقريبا إلى جانب الضاحية الجنوبية من بيروت. مجلس الأمن منعقد، مش قادر ياخد قرار بوقف إطلاق نار، لأن إسرائيل مش مستعدة لوقف إطلاق نار في هذه المرحلة. وكنت معترض لأن أنا كنت سفير نوايا حسنة للأمم المتحدة، والناس بتقول لي إيه اللي بيحصل في مجلس الأمن، وإزاي تبقى سفير نوايا حسنة وقابل كل الأوضاع دي. وبلغ استيائي يوم حصلت مذبحة قانا الثانية، ومن خلالها ما قدرتش إن أنا أستمر، وأعلنت استقالتي من الأمم المتحدة. وتابعني كثيرين الحقيقة، الناس كتير قوي تابعوني، زملاء ليا في العالم العربي وفي الخارج أيضا قدموا استقالاتهم نتيجة اللي حصل، ونتيجة ان انا خدت هذا الموقف، لان كان في كتير منهم
مش عارفين يعملوا ايه، وكانوا عايزين ياخدوا موقف، لقوا ان الموقف والمناسب هو ان احنا ننسحب